عندهم الولاد هناك في البلاد دي عندهم افكار كتيره جدا، ما كانش في حد مستعد ياخد معاهم الريسكس. فانا اديت عندي سيجنفكت بادجت، ورحنا السودان، ورحنا جنوب السودان، ورحنا اوغندا وبلاد تانية كتير قوي، ويجيب سمول لونز للانتربرينورز اللي هم الفيل ان عندهم جود ايدياز وكده، وبنبقى بارتنرز معاهم، مش بنديهم الفلوس. والنتيجه الحقيقه اميزنج، يعني كميه الفلوس اللي بترجع من الانتربرينورز دول معناهم انهم نجحوا يعني. بس بشرح يعني سيم ايديا هي لما جينا قلنا نعمل سينما فاكر هي مصر فيها كميه شباب واعي وعنده ذكاء وعنده ابداع اكتر من الناس متصوره يعني. فالمنصه دي كانت جت عشان كده. اخر حاجه بقى عشان ما بقاش فرق كتير يعني، انا تخوفي الوحيد من الارتفيشال انتليجنس، وعشان كده هنشوف البيتش النهارده، وان احنا نبقى يجي اليوم اللي نشوف فيه فيلم ما نعرفش الفيلم ده فيه الهيومن امباكت بتاعه موجود ولا اتحول الى ميكانيكال. يعني زي النهارده يعني زي مشكله الارتفيشال انتليجنس ده والتشات جي بي تي، هيخليك ما تفكرش، هيخليك ما توجعش دماغك 3 في 3 بكام، تخش على تشات جي بي تي له 3 في 3 كام في اليوم. ودي مأساة. والسينما في الآخر اتحولت لفيلم 100% معمول بالارتفيشال انتليجنس، يبقى ضيعنا